بكم في قناتي. انا جايه اقولك حقيقه صعبه شويه. انت مش بتسوف عشان كسول، انت بتسوف عشان خايف تبدا وتفشل، فبتختار اسهل حل. وبعدين اخطر كلمه بتقولها في العشرينات: لسه بدري. الحقيقه ان مفيش حاجه لسه بدري، في وقت بيضيع وفي عمره بيخلص. التسويف مش انك نايم او بتلعب، التسويف انك فاهم وعارف وصاحي انك لازم تتحرك ومع ذلك لسه واقف في مكانك. اخطر حاجة بيعملها التسويف: بيديك احساس كذاب، راحة مؤقتة، بعدها ضغط، بعدها ذنب كبير، بعدها كره لنفسك. طب نحلها ازاي؟ في 3 خطوات بسيطة بس، مش تحفيز وهمي ولا خطة كبيرة. اول حاجة: ما تستناش التحفيز، ابدأ. رقم 2: عايزين خطوة صغيرة جدا، مش لازم إنجاز عظيم. اشتغل على مهارة واحدة، اقرأ كتاب في صفحة واحدة يوميا، خطوة صغيرة بس هتوصلك لنجاح كبير. تالت خطوة: اسأل نفسك سؤال واحد بس: لو فضلت مكسل كمان سنة ومش بعمل حاجة. السؤال ده لوحده بيصحي. مرحلة العشرينات مش مرحلة انتظار، مرحلة التأسيس. ابدأ النهاردة مش بكرة، وما تأجلش حاجة، لأن كل حاجة هتأجلها هتبعد عن حلمك أكتر وأكتر، ومش هتكون مرتاح، بالعكس هتكون مضغوط ومتضايق. ما تنساش تشترك في قناتي للمزيد من الفيديوهات اللي تساعدك على تتحكم في حياتك وتحقق أحلامك وأهدافك وتدير وقتك بشكل صح، وتبدأ من النهاردة مش بكرة.